تعالوا خدكم معايا في حياة طالب في الجامعة المصرية اليابانية. بصوا، ده أول فلوج أعمله في حياتي، واللي عارفني كويس عارف إن دي مش طبيعتي خالص. فحبيت أطلع بره الكومفورت زون بتاعي وأخليكم تعيشوا معايا حاجات كتير عن أيامي وشغلي ودراستي كمان. صحيت الساعة 8، رتبت السرير، اتوضيت وصليت، وفطرت أي حاجة خفيفة كده عشان نلحق اليوم من أوله. وطبعا كالعادة اتأخرنا وكان لازم نلحق الباص قبل ما يطير. أول محاضرة كانت فيزيكال فارماسي، وبعدها على طول كان عندنا شغل تصوير برومو لمسرحية هتتعرض في الجامعة، ومن التصوير جري على محاضرة الأناليتيكال، ودي كانت محتاجة نركز فيها حبتين. وبعديها قلنا ناخد بريك سريع قبل محاضرة الأورجانيك كيمستري علشان نفوق نفسنا شوية، وبعدها دخلنا لاب الأناتومي، وطبعا كان لازم نسلم على شربيني، وكده نكون خلصنا أول جزء في اليوم. كنا بنجهز لليوم الختامي ال EBSF اللي استفدنا منه كتير جدا، سواء من كلام الدكاترة أو الأنشطة. وطبعا لما شفنا عينات الأكل بتتوزع ما كانش ينفع نفوتها. لعبنا شوية واستمتعنا واتفرجنا على السيمي فاينلز بتاعت ماتش البادل. وفي وسط كل ده كان لازم نجهز لمسابقة EBSF اللي احنا داخلينها، يعني الدنيا كانت شغالة نار. وفي الآخر كان لازم ناكل أي حاجة نختم بيها اليوم ونكمل السهرة اللي ما بتحصلش غير مرة كل سنة. وخليك فاكر، مهما اليوم كان زحمة وتعب وضغط، مفيش أحلى إنك تختمه بصلاة بين إيد ربنا.